السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. مش هنقول بقى من سلسلة فيديوهات ملخصات المناهج او فيديوز التأسيس، لا، هنقول اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات شرح المناهج. النهاردة هنشرح اول ليسون في جريد 3. طب المنهج نزل؟ المنهج جريد 3 نزل، او كتب جريد 3 بتاعة الماث نزلت؟ لا، كتب بتاعة الماث لسه ما نزلتش، لكن المنهج العربي نزل، والرياضة العربي بيبقى هو المنهج الانجليش او الماث بالانجليش. تمام؟ فخلونا نبتدي. بس قبل ما نبتدي حابة اقول حاجة بسيطة. المناهج الجديدة سواء منهج جريد 2 أو جريد 3، المناهج سهلة يا جماعة، ما فيهاش أي مشكلة. يمكن بس التعقيب البسيط على منهج جريد 3 إن هو بادئ أول ليسون بالخواص بتاعة المالتيبليكيشن، وأصلا الطالب أو الطفل لسه ما خدش مالتيبليكيشن قبل كده. في أطفال بتبقى أخدت مالتيبليكيشن في التأسيس وفي جريد 2، بس في ناس ما لحقتش أصلا، يا دوب بتخلص المنهج وبتدخل على منهج جريد 3، فما خدتش مالتيبليكيشن قبل كده. فتعقيب البسيط انه انت ازاي بادئ المنهج الجديد بخواص مالتيبليكيشن والطفل ما خدش خواص مالتيبليكيشن او ما خدش مالتيبليكيشن اصلا. فليسون 1 هيبقى سهل وبسيط لو فهمنا الطالب المالتيبليكيشن. يعني جدول الضرب ايوه هيتحفظ، بس قبل ما يتحفظ لازم يتفهم عشان المنهج يبقى سهل. منهج جريد 3 معظمه مالتيبليكيشن بس معتمد على الفهم اكتر من الحفظ. تمام؟ فخلونا نبتدي. اول حاجه انا بدي للطالب فكره عن التيبل. مثلا انا بقول له بعرفه اصلا يعني ايه مالتيبليكيشن، والكلمه دي انا شرحها في فيديو ممكن ترجعوا له على القناه. 2 times 3 في الاول كده بسمي له دي تايمز، مع الوقت هنقول عليها باي، بس في الاول هنقول عليها تايمز. 2 times 3 معناها ايه؟ ال2 اتكررت 3 مرات. معنى كلمة تايمز دي اتكررت، اعيدها عليه مرة واثنين وثلاثة. معنى كلمة تايمز اتكررت. التو اتكررت 3 مرات، او الثري اتكررت مرتين، يبقى اقرأها من الناحيتين. التو اتكررت 3 مرات، او الثري اتكررت مرتين. تمام؟ طب معنى ايه بقى ان هي اتكررت 3 مرات؟ التو اتكررت 3 مرات يعني 2 و2 و2 بينهم ايه؟ بلس 2 بلس 2 بلس 2 equal 6. طب ال 3 اتكررت مرتين، 3 بلس 3 equal ايه؟ equal 6. تمام؟ اديله واحدة تانية، مثلا 4 times 3 معناها ايه؟ ال 4 اتكررت 3 مرات، 4 بلس 4 بلس 4. او ال 3 اتكررت 4 مرات، 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3. طبعا انسر في الحالتين هتطلع 12، دي 12 ودي 12. تمام كده؟ في نفس المسألة أو وقت ما أنا بشرح المسألة دي أقوم مدياله 4 times 3 تحسبها لي، هيقول لي ال4 اتكررت 3 مرات أو ال3 اتكررت 4 مرات، يعني هي المسألة. تمام؟ فأنا بقول له بقى إن 4 times 3 هياها 3 times 4. مش أنت فاكر وأنت بتاخد addition كنا بنقولك إن 2 plus 1 هياها 1 plus 2؟ المالتيبليكيشن نفس الكلام. المالتيبليكيشن عنده property اسمها commutative property، ودي اول كلمه معايا. commutative property of multiplication يعني ايه؟ يعني للرقمين ينفع ابدلهم، بشقلبهم بلخبطهم تديني نفس الانسر. 4 times 3 هياها 3 times 4 بالشكل ده. 4 times 3 هياها 3 times 4. 8 times 6 هياها 6 times 8. 5 times 7 هياها 7 times 5. تمام؟ دي اول فكره. وبعدين على طول بدخل معاه على تيبل الزيرو. لحظه، مثلا 0 times 1 equal ايه؟ الزيرو اتكرر مرة 0. طب 0 times 2، الزيرو اتكرر مرتين، 0 بلس 0 اللي هي 0. طب 0 times 3 0. طب 0 times 4 0. طب 0 times 5 0. اي حاجة times 0 equal 0، وهكذا. التيبل اللي بعده، كل ده قبل ما اشرح lesson 1، كل ده وانا تمهيد كده عشان يستوعب lesson 1. 1 times 0 equal 0. طب 1 times 1 equal 1. طب 1 times 2 equal 2. طب 1 times 3 equal 3. طب 1 times 4 equal 4، وهكذا. هيبقى ملاحظ ان اي نمبر بضربه في 1 يديني نفس الرقم. وفي ملاحظة كمان هنقولها بس لما نقول تيبل 2 اللي بعدها. 0 times 2 equal، او نبدأ بال 2. 2 times 0 equal 2. طب 2 times 1 equal 0. 2 times 1 equal 2. طب 2 times 2 equal 4. طب 2 times 3 equal 6. طب 2 times 4
equal 8. طب 2 times 5 equal 10. طب 2 times 6 equal 12. طب 2 times 7 equal 14. طب 2 times 8 equal 16. طب 2 times 9 equal 18. طب 2 times 10 equal 20. وخليه يكمل، يعني خليه يجيب 2 times 11 و 2 times 12 و 2 times 13. خلوه يكمل، خلوه يكمل، بس خلوه يلاحظ بقى. انت هنا في تيبل التو ملاحظ ايه في البرودكت اللي بيطلع في الاخر؟ 0 2 4 6 8. كل مرة بزود ايه؟ كل مرة بزود 2. طالما انا في تيبل التو كل مرة ازود 2. طب لو انت في تيبل ال1 كل مرة زود 1. طب لو انت في تيبل الزيرو كل مرة تزود 0. يبقى الرقم اللي انا في التيبل بتاعه كل مرة بزود الفاليو بتاعته، كل ما بتحرك لتحت بزود الفاليو بتاعته. طب لو طلعت نمبر فوق كده هبقى بنقص نفس الفاليو بتاعت الرقم. يعني خلونا نتكلم كده. انت مثلا عندك دي 2 تايمز 5 بكام؟ 2 تايمز 5 ب 10. لو انت عايز 2 تايمز 6 هتزود 2، هتزود 2 على 10. طيب 2 تايمز 2 بكام؟ 2 تايمز 2 ب 4. لو انت عايز اللي قبلها 2 تايمز 1، طالما انت عايز اللي قبلها هتنقص 2. طالما انا في تيبل ال 2 كل مره ازود 2. طب لو انا في تيبل ال 5 كل مره ازود 5. واقوم مدياله مساله كده شبه دي، مثلا 5 تايمز 6. انا هقول له 5 تايمز 6. انا بقول لك ان 5 تايمز 6 ب 30. تفتكر 5 تايمز 7 بكام؟ انا كده في تيبل مين؟ انا كده يا مس في تيبل ال 5. يبقى كل مره هزود 5. 5 تايمز 6 ب 30، يبقى اللي بعدها 35. تمام كده انا بفهمه كلمه مالتيبليكيشن معناها ايه. كده انا بفهمه بعمل له كده كانه ايه، النمبر سينس، اللي هو بيحس بالارقام، شايف الارقام قدامه بتكبر بتصغر، ايه اللي بيحصل له. انا مثلا هديله 5 تايمز 8. 5 تايمز 8 equal 40. انا بقول له تفتكر 5 تايمز 7 بكام؟ استنى يا مس، انا في تيبل مين؟ انا في تيبل ال5. حلو، انا يا اما هكبر ب5 يا اما هصغر ب5. انا زودت مين اهو يا مس؟ ده انا كنت 5 تايمز 8 ب 47. يبقى هنقص 5، هعمل ماينس 5. تبقى هعمل ماينس 5 من البرودكت ده اهو. 40 يبقى 35 بالشكل ده. تمام. هو ممكن يكون مش حافظ التيبل اهو وانا بفهمه التيبل ايه. طالما انت في تيبل ال5 كل مره لو نزل لتحت تزود 5، لو طالع لفوق كل مره تنقص 5. لو انت في تيبل ال8 نفس الكلام، نازل لتحت بتزود 8، طالع لفوق بتنقص 8. تمام. خلاص فهم الكلام ده. اقوم قايله له بقى تعالى يا عسل كده. انا مثلا بقول لك 2 times 4 equal 8، وهو هيكون حافظها من تيبل الفوق، من تيبل ال2. يعني مثلا 4 2 times 4 2 اتكررت 4 مرات، او ال4 اتكررت مرتين على طول. 4 و4 8. تمام. 2 times 5 5 تبقى 10. 2 times 6 equal 12. انت شايف قدامك اهو. انا بقى عايزه احكي لك حكايه صغنونه. كان في حاجه عندي اسمها multiplicand، وفي حاجه تانية عندي اسمها multiplier. انت شايف بعينيك مين فيهم الضخم مين فيهم الكبير؟ المالتيبليكاند يا مس ده فارد عضلاته، ده الكلمه قد ايه. لكن المالتيبلاير صغنن، ومع ذلك المالتيبليكاند قاعد في حاله ما بيتغيرش، هو ثابت ما بيعملش حاجه. ومين اللي عمال يتغير؟ المالتيبلاير. يبقى مين اللي ثابت معايا في المساله؟ المالتيبليكاند. في نمبر عندي اسمه مالتيبليكاند بيبقى ايه؟ بيبقى ثابت. هو ضخم اهو بس بيبقى ثابت، لكن المالتيبلاير بيتغير. فالمالتيبليكاند بيقول ايه؟ لازم نسمع الحكايه دي. المالتيبليكاند بيقول ايه؟ والله انا ثابت في المساله مش هتغير، لكن لو المالتيبلاير اتغير سواء زاد او قل، سواء زاد او قل، فانا هغير الانسر. هغير الانسر ازاي؟ يا هرفعها بقيمتي يا هنزلها بقيمتي. يعني ايه؟ تاني، المالتيبليكاند ده كبير يا مس بس مع ذلك قاعد في حاله بيعملش حاجه. بس هو قال لنا لو المالتيبلاير اتغير انا هغير الانسر بتاعت السؤال، يا هرفعه بالقيمه بتاعتي يا هنزله بالقيمه بتاعتي. تمام. تاني، المالتيبليكاند بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا قاعد في حالي
انا ثابت في المساله ما بعملش حاجه، بس لو المالتبلاير اتغير فانا هغير المساله، يا اما هزودها قيمتي، يعني لو انا ب7 هزود المساله اخليها +7، لو انا ب9 هخلي المساله +9، يا هقللها بقيمتي. هقللها بقيمتي يعني ايه؟ يعني هي هنقصها 9 يا هنقصها نفس القيمه بتاعتي ايا كانت القيمه بتاعتي. تمام، خلونا نشوف هنا بقى يا مس. تفتكروا مين اللي هيبقى مالتيبليكاند ومين اللي هيبقى مالتبلاير؟ ركزوا في المساله. انت يا مس قلتي لي الثابت هو المالتيبليكاند اهو، الثابت هنا المالتيبليكاند ال2. طيب خلونا نحكم على اول مساله. اول مساله 2 times 4 equal 8. حلو. طيب اللي بعدها 2 times 5. اوبا، ده المالتبلاير اتغير. المالتبلاير اتغير، ايه اللي حصل له؟ زاد كام؟ 1. المالتيبليكاند هيسكت؟ لا، هيزود المسألة. هيزودها كام؟ هو المالتيبليكاند هنا يا مس بكام؟ ب2، يبقى المسألة هتزيد 2. تمام، الانسر زادت 2، الانسر كانت 8 تبقى 10. تاني، المسألة عندي عشان احلها لازم اعرف مين المالتيبليكاند ومين المالتيبلاير. ركزوا كده تاني. المالتيبليكاند ده الثابت اللي في حاله ما بيعملش حاجة، اللي هو ال2 يا مس اهو، هو الثابت. طب مين اللي بيتغير؟ المالتيبلاير، عمال يتغير. 4 مرة 4 مرة 5 مرة 6. مالتيبلاير بلاير، اخلوا كلمة بلاير شبه بلاير، عمال يلعب يا مس، عمال يغير نفسه، مرة 4 مرة 5 مرة 6. المالتيبليكاند ده هيسكت؟ لا مش هيسكت. هيعمل ايه؟ هيزود المسألة. طالما المالتيبلاير عمال يتغير 4 5 6، يبقى الانسر بتاعتي هتتغير بكام؟ بقيمة المالتيبليكاند اللي عندي. هي كانت 8 تبقى 10، كانت 10 تبقى 12. ليه؟ المالتيبليكاند ب2، يبقى الانسر بتاعتي هتتغير كل مرة 2. شوفوا واحدة تانية، ركزوا معايا كده في اللي جاية. انا بقول لك دلوقتي 2 times نخليها مثلا 8 equal 16. تفتكر انت 2 times 9 هتبقى بكام؟ بص يا مس، المالتيبليكاند عندي 2. حلو. ليه؟ لان المالتيبليكاند انت قلت لي في حاله، واقف في حاله ما بيعملش حاجه. طيب مين اللي بيتغير؟ المالتيبلاير. كان 8 بقى 9، كبر ولا صغر؟ كبر. يبقى الانسر بتاعتي هتكبر كام؟ خلاص يا مس، طالما المالتيبلاير اتغير يبقى المالتيبليكاند مش هيسكت، هيقول انا هغير الانسر. طب المالتيبلاير كبر، يبقى هو برضو هيكبر الانسر، هيعمل لها بلس كام؟ بلس قيمته اللي هو كام؟ 2. تبقى بلس 2 تبقى 18. تمام. واحده كمان، ركزوا معايا. 6 times 4. 6 times 4 equal كام؟ equal 24. انا عايزه دلوقتي بقى اعرف 6 times 3 equal كام. ال 6 times 4 هتقول لي ايه؟ ال 6 times 4 وال 6 times 3. انا يا مس انت قلتي لي لازم اعرف مين المالتيبليكاند ومين المالتيبلاير. مين المالتيبليكاند؟ الثابت اللي هو ال 6. تمام. طيب المالتيبلاير إيه اللي حصل له؟ كان 4 بقى 3، صغر ولا كبر؟ صغر. يبقى الانسر بتاعتي هتصغر كام؟ هتصغر زي المالتيبليكاند. هتسمع كلام المالتيبليكاند كانت 24، يبقى هعمل لها ماينس 6. تمام. تبقى كام؟ هتقل بمقدار 6، يعني هتصغر بمقدار 6. يعني هتبقى كام يا مس؟ هتبقى 18. تمام كده. تاني، انا دلوقتي هديلك مسألة تانية. انا لو قلت لك ال 6 times 5 تفتكر هتبقى اكبر بكام من ال 6 times 4؟ بصي يا مس، مين اللي ثابت معاكي؟ المالتيبليكاند اللي هو مين؟ ال 6. طالما ال 6 times 5 اكبر من ال 6 times 4 هتبقى اكبر منها بكام؟ ب6. طالما انا المالتيبليكاند 6 يبقى القيمه هتصغر او هتكبر بقيمتي انا 6. تمام. يبقى المساله فيها مالتيبليكاند وفيها مالتيبلاير. المساله الانسر بتاعتها بتكبر وتصغر على حسب مين؟ المالتيبليكاند. يا اما هتكبر بنفس قيمه المالتيبليكاند يا هتصغر بنفس قيمه المالتيبليكاند. تاني مساله كمان، انا مثلا مديك مساله اهي، بقول لك 8 times 5. تفتكر 8 times 5 دي هتكون 8 times 4 plus كام؟ استني يا مس، بصي يا مس كده. 8 times 5 انا مش عارف هي بكام، بس انا هنا عندي 8 times 4. مين اللي ثابت معاك؟ ال 8. يبقى كده الانسر بتاعتي يا اما هتزيد يا اما هتقل بمقدار مين؟ المالتيبليكاند اللي هو ال 8. يبقى 8 times 4 plus 8. سهله؟ يا رب تكون سهله. واحده كمان، 8 times 6. تفتكر ال 8 times 6 دي هتساوي 8 times 7 minus كام؟ مين اللي ثابت معاك؟
ال8. يبقى المسألة يا اما هتكبر يا اما هتصغر بنفس الفاليو بتاعت ال8. يبقى ال8 تايمز 6 هي 8 تايمز 7 بس هناخد منها 8. تمام كده؟ يا رب يكون الموضوع سهل. وبكده نكون خلصنا اول ليسون معانا في جريد 3. دي افكار ليسون جريد 3. استنوا بقى اما الكتاب ينزل وقولوا لي رايكم في الفيديو، ولو عايزين باقي المنهج كلموني او اكتبوا لي في الكومنتس وقولوا لي رايكم في الفيديو. ضروري تقولوا رايكم في الفيديو. مع السلامه.